أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول رسميا تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في الدور الثاني. أعلنت الرابطة بالفعل عن مواعيد مباريات الأهلي في الدور الثاني، وجاءت على النحو التالي: أول مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الثلاثاء القادم يوم 11 مارس، بعد كده ضد بيراميدز يوم 12 إبريل، ضد بتروجيت 30 إبريل، ضد الحرس 4 مايو، ضد المصري 8 مايو، ضد سيراميكا 13 مايو، ضد البنك الأهلي 17 مايو، ضد فاركو 28 مايو. خبرنا الثاني تعرف على نظام الدور الثاني من الدوري. حسم الترتيب في حال تساوي النقاط هيكون بفارق الأهداف في المرحلة الثانية. كل فريق بيخوض 8 مباريات، جميع الفرق تتأهل للمرحلة الثانية بنقاط المرحلة الأولى فقط. أما بالنسبة لفرق الأهداف بيكون 0، أي يتم احتساب فرق الأهداف بداية من الدور الثاني، والحسم بيكون بفرق الأهداف وليس بالمواجهات المباشرة. خبرنا الثالث تعرف على أول قرار من كولر بعد الفوز على الجيش. قرر مارسيل كولر منح اللاعبين راحة لمدة يومين، النهاردة وبكرة، خميس وجمعة لعبة النادي الأهلي أجازة 6 و7 مارس، على أن يعودوا يوم 8 مارس استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 11 مارس. خبرنا الرابع تعرف على حاليا ما سوف يفعله النادي الأهلي مع اللاعب السلوفيني جراديشار. امبارح بفضل الله بعد المباراة مباشرة قلنا لحضراتكم ان جراديشار بيعاني من إجهاد فقط، لم تصل الإصابة لمرحلة الشد. بعد كده في وقت متأخر من الليل خرجت قناة النادي الأهلي وأكدت على أنه بالفعل إجهاد فقط. عشان كده الراحة اليومين دي اللي خدها اللعيبة النهاردة وبكرة، جراديشار هيريح برضو معاهم. من المتوقع أنه بإذن الله بعد بكرة يرجع يتدرب عادي استعدادا لمواجهة الزمالك. خبرنا الخامس مصطفى العش: مبارياتنا القادمة كلها كؤوس. قال مصطفى العش: الأهلي يجب أن يكون في الصدارة، نخوض كل مباراة باعتبارها لقاء كأس لا مفر من الفوز، وإن شاء الله نفوز بالدوري في النهاية.